السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. مش عارفه الفيديو ما كانش بيصور ليه. هي دي شنطه كانت مقطوعه وانا كنت بصور وبوريها لكم، وبعدين ما لقيتش الفيديو. طب راح فين؟ مش عارفه. فقلت خلاص انا هكمل الشنطه بقى معاكم حسب ما ايه دي. شنطه كانت عند بنتي ومقطوعه، فحبيت ان انا ايه زي ما انتم شايفين كده ان انا اقفلها واعملها على القناه معاكم. وهنعملها ايه بقى؟ هنعملها حافظه للمشابك. فحبيت ان انا اوريكم كده بعمل منها الحته المقطوعه اهي، بعمل منها الفيونكه دي اهو عشان اوريكم كده الشنطه. انا جبت الشنطه هي كانت طويله، رحت قسماها كده ورحت واخده القطعه اللي تحت، فتحتها وتنيتها وشغلتها كده بحيث ان انا هعمل كيس مشابك على الوجهين. كيس مشابك على الوجهين، ايوه والله. بصوا بقى، هنخيط دي على ايدينا وممكن نخيطها اصلا على المكنه، مش هتقول لا. بس الفكره ان احنا هنعمل ايه اهو. هثبتها كده معاكم اهو. عشان الفكره التانيه بقى هنعمل المشابك. مشابك، ايوه، هنعمل مشابك مع بعض. انا عايزه اثبت على الحته دي تبقى جامده اهو. دي القطع بقى اللي احنا شلناه، وهنا خيطنا الشماعه في قلب شنطه الهدايا بتاعتنا اللي هي متقطعه. فبنعملها ايه بقى؟ بنعملها حافظه للمشابك، بس حافظه بروحين. يعني ايه بروحين؟ يعني هنعملها حافظه شغاله من هنا ومن هنا، بدل ما تبقى طويله ونقصرها، لا احنا هنعملها حافظه شغاله من الناحيتين. تمام كده؟ دي اول فكره معانا اهو. هبدا بقى ان انا اقفلها من تحت، عشان طبعا وهاجي عند النص كده هبدا اجيب الفيونكه بتاعتي اهي، وهنلزقها برضو في النص كده عشان كمان تبقى واصله، وفي نفس الوقت يبقى شكلها حلو. تمام كده؟ كده خلصنا الحافظه بتاعتنا. هحاول برضو ان انا اثبت القطعه دي برضو معاكم هنا عشان تبقى شكلها حلو وتبقى جامده اكتر. تمام كده اهو. بخيط القطعه دي عشان طبعا ما تفكش معانا خالص اهو. وكده عملت من الشنطه المقطوعه القديمه اهو، عملت حافظه للمشابك هتبقى على الوجهين. وهتشوفي دلوقتي طبعا هحط المشابك من هنا وهحط المشابك من هنا. طب فكرتنا ايه هي بقى؟ انا مش عايزه دي تخش هنا، انا عايزاها تمشي معديه كده اهو وتبقى مفروده معانا. تمام كده؟ حتى لو احتكم الامر ان انا احط لها الايدين بتاعتها دي، بس هي هتتفرد بقى بالمشابك اللي احنا هنحطها فيها. تمام كده؟ ادي فكرة الحافظة بتاعت المشابك بتاعتنا اهو. والفكرة التانية بقى هنعمل المشابك مع بعض، هنشوف ازاي. وفكرتنا اهي اللي احنا عايزين نعملها مع بعض. فاكرين انا كنت دهنه معاكم المشابك بتاعتنا بالمنظر ده؟ كل فتره بعمل تجديد كده. وطبعا المشابك اللي صلحتها وما لقيتش ليها الحديده، فطبعا عملتها الفكره دي. تمام كده؟ وهنا بقى المشابك اللي كانت مخلوعه، بصوا المشابك دي انا صلحتها مع بعضها. هنصلحها ازاي؟ يعني انت لو عندك مشبكين مكسورين زي كده بتبدأي بقى تجمعي. انا جمعت اللي هو يعني ينفع يتصلح. هوريكم برضو جايبه شنطه للي بيتصلح ده اهو. ده كله كنت لسه بصلح فيه اهو. كل ده كان مفكك، بصوا كان مفككين. حاولت ان انا اجيب 2 في مقياس بعض كده اهو عشان اعملهم مع بعض. تمام كده؟ بصوا اهو، جبت بقى اللي كان مخلوع كله وصلحته. طيب انتوا شايفين بقى دي شكل المشابك اللي تبقى عند منال؟ لا طبعا المشابك دي مش عاجباني. فانا جبت شويه بوهيه كانوا فايضين اهو. طبعا المشابك اللي احنا دهناها قبل كده كانت باللون اللبني الجميل ده. وكل ما حد يلاقي مشابك تحت العماره يروح جايبها لي، علشان دي مشابك المشابك بتاعتك انت. تمام كده اهو. انا بحب الدهان اللي هو البلاستيك ده
بصوا بقى، ممكن تغطي المشبك كده، وممكن اهو بصوا تغطيه كده، وطبعا ايه الفكرة دي مش بفضلها اهو، وتحطيه كده. بس انا الفكرة الاساسية بقى بتاعتي اللي انا بحبها ان انا بحط ايه، قطعة اهو، بحط قطعة من الكرتون او من الايه، او اي حاجة عندك، وابدأ ان انا ادهن المشابك بالشكل ده. بتدهنيها كده ليه يا منال؟ علشان تبقى واقفة كده، وطبعا اسيبها تتعضم في الشمس كده، وتبقى جامدة وشكلها حلو. تمام كده، انتوا شايفين شكل المشابك عاملة ازاي؟ طبعا بشعة اهو، بحاول ان انا اظهرها قدامكم. بصوا شكلها. وطبعا بعد الدهان بتبقى حاجة تانية خالص، بس انا بحب ان انا اثبتها، واحب ادهن قوي من الجناب. مش كل المشابك بعرف اطولها وادهنها من الجناب اهو. طبعا دهان المشابك ده متعة، انا بحبها، انا بحب الدهانات عموما. انا اللي دهنه الشقة بتاعتي، ويمكن انتوا شفتوا. بحب كده يعني اغير الالوان، وبعملها بلاستيك. هي كانت معمولة زيت الاول، بس انا مش بحب الزيت، بحس ان انا بتخنق منه. تمام كده، بصوا شكل المشبك اختلف خالص. وطبعا دي بتخليه ما يتكسرش، بتقويه اهو. الفكرة اهي. وطبعا هتكملي اهو دهان بقى المشابك بالشكل ده اهو، زي ما انتوا شايفين كده. هنقعد طبعا الفرشة دي صغيرة يعني، هاخد وقت كتير. هاخد وقت كتير. هو جوزي بيعاقبني، انا بحب الفرشة الكبيرة، بس هو خدها مني اهو. هحاول بقى ان انا ايه اشد فيها شوية كده وارجع لكم. بصوا بقى شكل الفرق اللي اتعمل من اللي ما اتعملش. ودلوقتي بقى بحاول ان انا ايه اجيب قطعة اهي مكان شراب، وبحاول ان انا ايه اشبك فيها المشابك بتاعتي، عشان دي بقى اللي ملهاش مكان كده. فهنحاول ندهنها بقى. بصوا كده اهو، اهو كده. وهنقلبها بقى على الوجه التاني برضو في نفس اللحظة، على اساس دي ايه صغننة كده اهو. على اي كرتونة عندك هتقدري. شايفين؟ بصوا شكل المشبك بيتغير. وطبعا لو بيصدي على الغسيل مش هيصدي بالطريقة دي، لاني طبعا انتي دهنتيه من بره ومن جوه اهو. بصوا، بصوا المشابك دي هي صغننة بس انا بحبها جدا اهي. دي مشابك صيني اهو. انا عايزه اقول لكم المشابك دي، يعني انا المشابك اللي عندي كلها اللي هي دهنها لبني، بس دي انا ايه مكسرين. وانا يعني المشابك الجديده دي بتتكسر بسرعه عشان مش مدهونه. فايه حبيت ان انا ايه اصلحهم، وفي نفس الوقت ايه ادهنهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. احنا في الاول عملنا من الشنطة الهدايا القديمة المقطوعة، عملنا كيس للمشابك. وهنا دلوقتي هندهن المشابك عشان طبعا نحطها في الكيس وهي جديدة كده وشكلها حلو اهو. بصوا شايفين شكل المشبك الاساسي متدمر اهو. بصوا اهو. بصوا بقى لما انتي تدهنيه بقى وتغيري شكله. شايفين شكل المشابك كانت ايه قبل وبعد اهو. وهنقلب بقى الناحية التانية اهي. بصوا بقى دي كان نص مصلحاه بقى، نص ابيض ونص لبني. فحبيت ان انا ايه اركبهم مع بعض يتركبوا. فحبيت ان انا ادهنهم برضو ويبقوا مع بعض كده بالشكل ده. شايفين الشكل اهو. افكار بسيطة وسهلة، بس طبعا هتمنع عنك صدى الحديدة دي على الغسيل، وفي نفس الوقت هتجمد المشبك. لان الدهان بصوا بيثبت الحديدة، ما يخليهاش تخرج من مكانها. الدهان ده بيبقى حاجة حلوة جدا، وبيخلي شكل الحبال كمان شكلها شيك كده وانتي نشرة الغسيل بقى، اذا كان ابيض او الوان. فبيخلي شكلها حلو، بدل ما تلاقي المشبك مصدي على الغسيل وشكله بقى محروق كده من الشمس وشكله وحش. لا انتي هتعمليه بطريقتك واللون اللي انتي عايزاه. هتغيري لون المشابك وهتجددي اهو. انا بحب كده كل فترة اجدد في المشابك، واجدد في البلكونة وفي الديكورات وفي كل حاجة. حتى لو الشكل يعني
برضو شوية وبغيره يعني، فاهمين؟ التغيير مطلوب. تمام كده اهو. ده قصدي بقى من الفكرة ان ادهن ويبقى الدهان بالشكل ده اهو. اي فرشة يعني، حتى لو ما لقيتيش فرشة ممكن بايه، بقطعة من الفايبر، القطن، اي حاجة هتقدري تعملي بيها وتجددي من مشابكك ومن حاجتك. هخلص بقى وارجع لكم. وهنا زي ما انتم شايفين بقى ايه، انا بحاول، انا خلصت كل المشابك اهو الناحيه دي، فبحاول اعيد على اي حاجه كده ناسياها، عشان طبعا يبقى شكل المشابك شيك وجميل كده اهو. بصي دايما خلي حاجتك شيك حتى لو ايه يعني، بصوا لازم تبقى كل حاجه كده شكلها شيك، وكل ده يعني مكونات بسيطه كده. اي علبة بلاستيك اهو او بوهية فايضة عندك شغليها وادهني كده مشابكك ودهني حاجتك، وخلي كل حاجة عندك جديدة. تمام كده. هقلب بقى المشابك الناحية التانية وارجع لكم. بصوا بصوا الشكل يعني حاجة كده تخض. شايفين شكل المشابك؟ حاجة كده تخض كده اهو. اما قلبت الناحية التانية اتخضيت. كنت خلاص يعني متعودة بقى. بصوا شايفين شكل يعني سوادها؟ الشمس بتحرق برضو الخشب لو مش مدهون. بصوا يعني انت لو حاطه شيش بلكونه كده عندك ومش مدهون، هتبصي تلاقيه العوامل الجويه خلته بقى اسود بالمنظر ده. بصوا اهو هنخبي بقى كل السواد اللي انتوا شايفينه ده. شايفين المشبك اللي جنب ده اهو؟ كل ده سواد بقى احنا بنخفيه اهو. ونبدأ بقى ايه، نخفي كل المشابك السوداء بالشكل ده، عشان نعمل منها مشابك كأننا لسه جايبينها جديد اهو. بصوا طبعا احنا دهنا الوش التاني، هندهن الوش ده وارجع لكم. هنا عايزه اقول لكم بقى البوهيه خلصت، فهبدأ ان انا ايه، انزل بالبوهيه التانية اهو. هنزل بيها اهو عشان اكمل الوش التاني بتاع المشابك الناحية التانية يعني اهو. وزي ما انتوا شايفين كده هبدأ. شايفين شكل المشابك اللي هنا دي اللي بشاور لكم عليها؟ لونها فظيع. ولادي كانوا سايبينهم في الشباك وما كناش بننشر في الشباك، فالشمس حرقتهم بقوا بالمنظر ده. شايفين بيتغيروا تماما؟ بصوا الشكل. ودلوقتي وصلوا لايه؟ بصوا الشكل بقى اتغير تماما اهو. انا بحب املى التجويف ده عشان دي بتصدي على الغسيل الحديدة دي، فطبعا ايه، ما تحطي عليها بوهية ما تصديش على الغسيل تاني. تمام كده. يلا بقى عايزة اشوف الوان مشابككم كده، وتدهنوا المشابك بتاعتكم وتخلوها بشكل حلو اهو. هخلص بقى كده الدهانات دي بقى واسيبها تعضم بقى في الشمس شوية. بس حبيت اوريكم الشكل النهائي للدهانات بتاعتنا بعد ما ايه اتدهنت بالمنظر ده. شايفين اهو؟ بصوا شكل المشبك بيختلف تماما اهو. كأنك بصوا فرشة والوان اهو. بصوا يعني ما تاخديش الموضوع ان انتي هتتبهدلي. انا حاطه شنطتين من اللي هما الكبار اهو، وبدهن بكل بساطه ومفيش اي حاجه اهو. ودايما اذكري الله وانتي بتعملي حاجتك، يعني عماله اقول عشان ما اضيعش وقت، واقعد اقول وربنا يبارك في الوقت. الحمد لله، سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله. طول ما انتي بتعملي كده اذكري الله، هتلاقي يومك جميل وافكارك حلوه، وتقدري تدبري وتعملي كل حاجة في بيتك. طبعا مفيش حد بيبيع مشابك مدهونة، فانتي لما هتشوفي المشابك المدهونة دي هتقولي بقى الست دي ايه، ما شاء الله يعني بتحب كل حاجة جميلة اهو. بصوا. وطبعا اي حد بقى هيلاقي المشابك دي طبعا مميزة عندك انتي بس، فهيجيبها لك على طول لو وقعت منك. يعني بيطلعوا لي ساعات بالخمس ست مشابك لونهم لبني، عشان دي المشابك اللبني اللي عندك يا طنط. حاضر يا حبايبي، ماشي، تسلموا اهو. بصوا الفكرة بسيطة وسهلة. اتمنى تجربوها. بصوا هنا كمان اللي احنا كنا عاملينها هنا اهي نشفت، بدأت تنشف اهي. شكلها حلو قوي قوي اهي من الناحيتين، شكلها جميل. هحطها لكم هنا. وكده بقى شكل المشابك وكمية المشابك اللي عندنا دهناها. وطبعا اللبن الموديل القديم اهو،
وطبعا اللون الاخضر الفستقي بقى ده شكله برضو جميل ولون جديد، واتمنى افكاري تعجبكم وتجربوها. وطبعا كسوة المشابك اللي هتستعد اهي علشان نعبي فيها المشابك بتاعتنا، كلها افكار بسيطة وسهلة ومن اعادة التدوير، وما كلفتكيش اي حاجة، شوية بوهية قدام وهتعملي وهتدهني كل حاجة عندك محتاجة دهان. اتمنى افكاري تعجبكم وتجربوها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.